السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وحال. النهاردة هنعمل مع بعض بطاطس محشية لحمة مفرومة بطريقة سهلة جدا وجميلة اوي مبسطة جدا. معايا بطاطس متوسطة الحجم، هقورها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهعمل لها قاعدة كده من تحت زي ما شفتوا دلوقتي وانا بعملها. وهاخد القلب بتاعها ده احطه في مية بخل، وهنقع البطاطس بتاعتي برضو كمان في مية بخل. تمام، دي اول خطوة. تاني خطوة بقى، هاخد البطاطس بتاعتي دي انشفها على مناديل مطبخ، وهعفرها في الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد البطاطساية كده انشفها كويس بالمناديل وعفرها في الدقيق. خطوة الدقيق دي يا بنات جميلة قوي، بتحافظ على البطاطساية وبتديلها شخصية كده وتبقى متماسكة وما تتهرش منك في الاكل او في الطبيخ يعني وانت بتعمليها. تمام. هجيب بقى كده طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت تسخن، وبعدين هنزل بالبطاطس اللي انا عفرتها بالدقيق. هديلها لون ذهبي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هديلها لون ذهبي كده من على الجنبين، وكده خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه. هطلعها بقى على مناديل مطبخ علشان تنزل اي زيوت زيادة فيها. شايفين شكلها يا بنات ذهبي وجميل قوي. هو ده بقى سر لون البطاطس. الدقيق، تعفيرة الدقيق دي هي اللي بتفرق جدا في لون البطاطس. خلاص كده انا خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها. عندي طاسة تانية هحط فيها شوية زيت ومكعبين زبدة، هدوبهم كويس جدا كده مع بعض، وهنزل عليهم ببصل مفروم، وبعدين هنزل بمعلقة توم مفروم، وبعد كده هنزل بالفلفل الرومي. لما بحط البصل مع التوم مع الفلفل كده من الاول اتشوحوا مع بعض بيدوا ريحة جميلة قوي يا بنات، وبتخلي برضو طعم اللحمة حلو قوي. هنزل بقى دلوقتي باللحمة بتاعتي، هشوح فيها شوية علشان هي كانت مجمدة شوية، فيها قطع لسه مفكتش. خلاص كده اللحمة بتاعتي بقى بعد ما خدت لون، هنزل عليها بقى بالتوابل ملح وفلفل وسبع بهارات، وحطيت نص معلقة مرقة دجاج بودر. هسيبها بقى كده تستوي، وعندي طاسة تانية على النار احط فيها شوية زيت ومعلقة سمن بلدي، هنزل عليهم بمعلقة توم مفروم. يا دوب كده يتشوح شوية، مش هحمره قوي، يا دوب بس يدبل كده، وهنزل عليه بعصير الطماطم بالشكل ده، وهسيبه بقى ايه يغلي شوية. هسيب عصير الطماطم بتاعي يغلي، مش هخليها تقيلة، انا هخليها جوس شوية. هنزل بقى بالملح والفلفل وكمون وسبع بهارات، وهغطيها كده بقى ايه تغلي شوية. وبعدين اللحمة بتاعتي خلاص استوت، هنزل عليها بشوية بقدونس مفروم. البقدونس بيخلي ريحة اللحمة جميلة قوي قوي بالذات في الوصفة دي. هاخد بقى كمان مغرفتين صلصة من اللي انا عملتهم دول، احطهم على اللحمة واقلبهم كويس بالشكل ده. وكده هتبقى اللحمة بتاعتي جهزت لحشو البطاطس. هركنها بقى في جنب واشوف الصلصة، والصلصة بتاعتي كمان جهزت. خلاص كده معايا بقى القلب اللي انا قلتلكوا نقعاه في مية بخل، القلب اللي طلع من تقوير البطاطس. هفرشه بقى في الصينية اللي انا هرص فيها البطاطس كده من تحت. شايفين القلب ابيض خالص ازاي زي ما هو، ولا اسود ولا لونه اتغير علشان المية بخل اللي احنا حطيناها فيه. هنا بقى هنزل على القلب اللي طلع ده او الحشو اللي هو بتاع البطاطس اللي احنا طلعناه بمعلقتين لحمة مفرومة ومغرفتين صلصة، واقلبهم كويس مع بعض، واخلي دي فرشة كده تحت البطاطس في الصينية من تحت. تمام. هسويها بقى بالشكل ده، وهبدأ اخد البطاطس بتاعتي بقى واحشيها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا زي ما وريت لكم في الاول انا عامله لها قاعده من تحت علشان احط البطاطسايه ولا تروح شمال ولا يمين، تفضل في مكانها كده وثابته.
فالقاعدة اللي انا عاملاها من تحت دي بتساعد على كده. هحشي بقى اللحمة البطاطس كلها باللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحشي الكمية بتاعتي كلها بقى كده. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. هنزل بقى بالصلصة، معلقتين مغرفتين بس صلصة كده من الوش يدوب علشان يدولها لون احمر شوية كده ويبقى حلو كده بعد ما تستوي. تمام. هنزل بقى في الفراغات كده شوية صلصة برضو على الفرشة اللي تحت. وكده بقى اكون مسخنة الفرن بتاعي كمان على درجة حرارة 200 قبلها بربع ساعة، وهدخلها على الشبكة في الرف اللي قبل الاخير من تحت، مش على الصاجة، على الشبكة عشان ما تتلدقش من تحت. هسيبها بقى في الفرن لحد ما تغلي. لقيتها بقى بتغلي من تحت كده، اسيبها شوية وبعدين اطلعها تحت الشواية من فوق تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكده تكون الصينية بتاعنا خلصت اهيت. ما شاء الله حاجة جميلة جدا وعظمة، تنفع معاكي في عزومات، جايلك ضيوف، يعني ما شاء الله جميلة قوي قوي وتمشي معاكي في اي حاجة. ما شاء الله البطاطس دايبة وماسكة نفسها. شايفين بقى سر تماسك البطاطس؟ تعفرت الدقيق اللي احنا عفرناها دي قبل ما نقليها في الزيت. ما شاء الله تحفة. بألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله. سلام عليكم.